السلام عليكم وعلى كل محبي كرة القدم على مستوى العالم وكمان في مصر. طبعا بطولة الدوري المصري مختلفة جدا 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 السنة دي، هي استثنائية في كل شيء. ولكن العجيب والغريب هو مستوى الأندية الرائع. ما بتكلمش على الأهلي والزمالك، بتكلم على بعض الأندية الأخرى زي سيراميكا، زي طلائع الجيش، زي المصري، زي الاتحاد حتى وإن كان تعادل في مباراته الأخيرة، زي المحلة اللي مع شوقي غريب خد 4 بونت في آخر مباراتين بأداء جيد. كل ده بيؤكد ان البطولة قوية جدا جدا. هيبقى في صراع كبير على المنافسة وصراع كبير جدا على البقاء في الدوري، وخاصة الفرقتين الأخيرتين. حتى تعادل حرس الحضور في المركز الأخير مع نادي الإسماعيلي اللي بيحاول يرجع تاني. طبعا المفاجأة الكبيرة بالنسبة لي هو أداء بعض الأندية. الاداء السيء بالنسبه للنادي الاهلي المستمر حتى وان كان بيكسب، عشان نكون بكل صراحه. وضربه الجزاء بالامس هي ضربه جزاء على محمد الشناوي، والمطلوب من محمد الشناوي يبعد خالص عن الضغوط اللي موجوده خارج الملعب لانها هتاثر عليه داخل الملعب. المفاجاه بالنسبه لي الثانيه هو تعادل جروس، المباراه الثانيه على التوالي. بدأ يخش في دوامة الحسابات مع جمهور الزمالك، بدأ يخش في دوامة الحسابات مع لعيبة نادي الزمالك المختلفين على ما كان موجود. هل جروس فدي انتهى؟ هل تعيينه كان بالنسبة لي في نوع من أنواع الخطأ؟ ده اللي هيبان، خصوصا أن فقدان النقاط مهم جدا ومؤثر جدا جدا. السلبيه الثالثه بيراميدز، حتى الان لم يصل الى بيراميدز الموسم الماضي. كلنا قلنا ان بيراميدز مع كورنيشيتش ان هو هيكون احد المنافسين، ولكن بالاداء ده وبالشكل ده وبالمستوى ده حتى وان كان بيكسب على فترات، انا شايف ان في امر خطا على المستوى الفني. مدرب حماسي ولكن مش مدرب فني، مش قادر يتعامل مع كواليتي اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز. في نواحي ايجابيه زي المصري، فريق رائع ممتاز، عنده صماد كمان لعيب محمود حماده، عنده 3 الاماميين اذا كان القرموطي او دغموم، حتى راس الحربه فخر الدين بيوسف، صلاح محسن. مجموعه لعيبه ممتازه تم اعدادها بشكل جيد جدا مع مدرب جريء جدا. مدرب وجهه نظر هيكمل لانه عنده دكه، عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، عنده كمان شكل رائع في الدفاع وخاصه قلبين الدفاع اذا كان خالد صلاح مع باهر او محمد هاشم مع باهر. بيوريني ان النادي المصري ممتاز. اول هدفين يخش فيه بخطا منهم محمود جاد، ولكن في النهايه المشكله الحقيقيه عند المصري على الرغم من تعادل اللعيبه المهاجمين، ولكن في سلبيه في عمليه احراز الاهداف. بنتكلم على خط هجوم احرز 4 اهداف في 6 مباريات. النقطه الايجابيه الثالثه هي او الرابعه او الخامسه عفوا، النقطه الايجابيه بالنسبه للدوري هي الحاله الفنيه اللي فيها سيراميكا. ممتازين جدا جدا مع ايمن رمادي، بيقدم دوري رائع وممكن يستمر الى النهايه. في بعض الاجابات الثانيه زي زد، زي الاتحاد، زي طلائع الجيش مع عبد الحميد بسيوني، ولكن في النهايه المنافسه هتستمر الى النهايه لاخر 3-4 اسابيع. هنشوف مين اللي هيلعب على بطوله الدوري ومين اللي هينزل لتحت. تحياتي وتمنياتي بالتوفيق للنادي الاسماعيلي في المرحله اللي جايه، لانه محتاج اكتر كمان جماعيه علشان يحقق 3 نقاط مهمين للنادي الاسماعيلي. تحياتي.